السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث لكم عن التدخين وأضراره وأمراضه. وأيضا يجب بأن لا ننسى أبدا بأن الله عز وجل هو الذي أكرمنا بأفضل نعمة من بعد نعمة الإسلام، ألا وهي نعمة الصحة. والآن سوف ندخل في صلب موضوعنا. الدخان سم قاتل وينقص العمر، والدليل على ذلك هو مجموعة من أبيات الشعر التي سأقولها لكم. سم شهقت به فانساب في بدني، لصا يمزق أعصابي وأحوالي. سم بطيء يظن المرء من نفثته من متعة النفس أو من راحة البال. نقيعه أصفر بالموت مختزن، طعامه مزق من عمرنا الغالي. وأيضا يوجد للتدخين أمراض مثل مرض سرطان الرئة وتجلط صفائح الدم وأمراض القلب، وهناك أمراض عديدة لأمراض القلب. والدليل في بيت شعر هو: يكوي الحناجر يقتات الرئات، وفي مسالك الدم يرمي خبث أهوالي. وأيضا يوجد أضرار للتدخين مثل تسوس الأسنان وفقدان حاسة الشم وانسداد الرئة، ويؤدي أيضا إلى نقص الأكسجين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا للدخان قسم من المال الذي سنسأل به أمام الله عز وجل في الآخرة. وعندما نشتري هذا الدخان كأننا نشتري عدوا أو خصما ليقتلنا بيده. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا هو ملخص موضوعنا للتدخين. وتحدثنا أيضا عن أمراض التدخين وأضراره وأدلته، وأتمنى من الله عز وجل أن يبعد المدخنين عن سمهم القاتل. وأيضا الفرق واضح جدا بين رئة المدخنين وغير المدخنين. واكتبوا لنا في التعليقات ما هو الفرق بين تلك الرئتين الحقيقيتين التي سأعرضها لكم في الفيديو. وأيضا بعد أن وصلنا إلى نهاية الفيديو، ضع لايك في الفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.